مساء الخير عليكم يا شباب، ومساء الخير عليكم يا صبايا. اهلا بيكم في قناتي، معاكم كابتن سما. وحشتوني جدا جدا. النهارده القناه بتتعاون مع هند الافكار البسيطه. ان شاء الله هتعجبكم القناه. ادخلوا وشوفوها واعملوها سبسكرايب، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. عامله طريقه عسل الكلوكوز في البيت والسمسميه طبعا والحلاوه بتاع المولد. وهي كانت من ضمن المشتركين معانا في حمله دفيهم فينا خير. ادخلوا وشوفوا قناتها وحلقاتها، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. واعملوا لها سبسكرايب وان شاء الله الحلقة بتاعتي تعجبكم. هنعمل ان شاء الله مع بعض النجريسكو. هنبدأ مع بعض. معانا 250 جرام من صدور الدجاج، و30 جرام من الفلفل الاخضر والاصفر والطماطم، 50 جرام من البصل ومعاهم فص ثوم، و250 جرام من المكرونة. انا هنا حطيت البصل مباشرة في الطاسة بدون اي زيوت خارجية ولا سمنة ولا زيت. هتقولولي ازاي؟ هقولكوا هو كده وطعمه جميل جدا. رشيت شوية مية صغيرين علشان البصل ما يلزقش في الطاسة، انتوا طبعا عارفين. وهفضل اقلب فيها لغاية ما اشوف اللون اللي عاجبني وانزل على طول بالدجاج. زي ما انتوا شايفين كده انا هحط الصدور الدجاج، وهقلب كويس جدا جدا عشان يندمجوا مع بعض. وبعد كده هضيف البهارات. طبعا هتضيفي اول حاجة الملح حسب ما انتي عاوزة. انا مبحطش ملح كتير في الاكل. حطيت بودرة ثوم، ومعاها بودرة بصل، بحبهم جدا، وبابريكيا. الحاجات دي بتدي نكهة حلوة جدا في الفراخ. وطبعا فلفل اسمر لا غنى عنه في كل البيوت. واخيرا وليس اخيرا الكاري طبعا ده متخصص للدجاج. طبعا شايفة اللون اتغير. هي هيبقى لونها غامق كده علشان طبعا البهارات اللي فيها، وعلشان البصلة ما خدتش الدرجة الكافية. طبعا زي ما انتوا شايفين انا سلقت المكرونة وانا بشتغل. ضفت معلقة من الدقيق الاسمر، مفيد جدا. وطبعا لبن خالي الدسم استخدمته في البشاميل. هنا حطيت حوالي كوباية ونص من اللبن الخالي الدسم، وعليهم معلقة دقيق اسمر من اللي انتوا شفتوها. وهضيف دلوقتي معلقة من الشوفان طبعا عشان يزود القيمة الغذائية. هقلب كويس جدا. على فكرة انا فرمتهم في الخلاط علشان طبعا الشوفان الحبة الكاملة بتاعته. فرمتهم كويس جدا. خدت نص البشاميل ضفته في طبق كده لوحده، والباقي اللي في الحلة ده انا هحط المكرونة عليه مباشرة. هضيف المكرونة على معلقتين 3 بشاميل زي ما انتوا شايفين، وهي في نفس الحلة كده زي ما انت شايفة. هقلب كويس جدا جدا طبعا علشان يتجانسوا مع بعض. وهنزل على طول بالخضار. ممكن على فكرة تحطوا زيتون اسمر، بس هو كان غير متوفر عندي، والفلفل الاحمر برضو كان غير متوفر. انا ببقى بضيفهم مع بعض. بس حطيت طماطمية صغيرة جدا جدا لا تتعدى 30 جرام على فكرة. ونزلت على طول بالفراخ زي ما انت شايفة، وهقلب حلو جدا جدا جدا. ودي صورتها زي ما انت شايفة. هنا هقلب حلو جدا. كل ما تقلبي كل ما ياخدوا يشربوا من بعض. انا جبت هنا قالب اللي هو قالب التوست، لان طبعا الكمية دي محدودة. انا وولادي بس. فجبت القالب بتاع التوست، حطيت فيه معلقة من البشاميل تحت كده فيه. وهنزل بالمكرونة النجريسكو عليها على طول. هحطها زي ما انت شايفة واحدة واحدة معاكي.
طبعا والله يا بنات صحية جدا جدا وما فيهاش اي دهون، مش لازم نحط سمنة ولا زيت عشان طعمها يبقى حلو. انتي هتلاقي طعمها حلو من غير حاجة. جبنة بريزدون، سلايس شرايح، طبعا قليلة الدسم. انا هاخد شريحة واحدة بس. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تقولي ده انت حاطة فيها سمنة وزيت، بس والله العظيم ما فيها ولا نقطة سمنة ولا زيت. وطبعا الدقيق هي غامقة علشان الدقيق اسمر. انا حطيت شريحة واحدة جبنة بس، قسمتها نصين وحطيتها في الصينية. وهضيف عليها البشاميل. ما بحبش البشاميل يكون كتير قوي علشان ما يبقاش يضايقني كده وانا باكله. ودي شكلها طبعا زي ما انت شايفة. والكمية جت على طبقين. احمد ابني ما بيحبهاش في الفرن ناشفة، فانا هسيبها له كده. وده طبعا زي ما انت شايفة انا كنت واقفة اكل بعد ما خلصت. والله طعمها جميل جدا وصحية جدا جدا جدا. الكمية ديت عملت قسمتها على 4. هي القيمة الغذائية كلها 685 سعر. هتقسمهم على 4 يطلع لك الناتج زي ما انت شايفة قدامك. فجربيها وقوليلي رأيك. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، ولو عجبتك القناة اعمل لها اشتراك. اشوفك على خير، مع السلامة.